هل ممكن لعنة تخلي بيت يبقى مسكون ومع ذلك كمان عيلة كاملة تعيش في البيت ده وتتأقلم مع اللي بقى عايش معاهم بقوانينهم الغريبة والمرعبة؟ طب ايه اللي ممكن يخليهم يعملوا كده ويقبلوا ان هم يعيشوا بالشكل ده اصلا؟ طب واللعنة ديت جت منين اساسا؟ انا عارف ان انت تهت معايا ومش فاهم اي حاجة، بس تخيل بقى ان قصتنا ديت مستوحاة من احداث حقيقية، او يعني ده اللي اتقال لي وانا هسيبكم انتوا اللي تحكموا. عموما انا هحكيها باسلوبي وكأنها حصلت معايا عشان نعيش كلنا جوه التجربة اللي حصلت ديت. رمضان كريم عليكم، وان شاء الله الشهر دوت يكون نقطة تحول في حياة كل واحد فينا للأحسن. ومعلش ممكن تكون القصة دي صغيرة، بس عشان احنا هننزل ان شاء الله الشهر دوت اسبوعيا. انا معرفش النهاردة ممكن يكون ايه، بس احنا هننزل في نفس اليوم دوت كل اسبوع، واستنوني في رمضان. بدون الدخول في تفاصيل كتير، أنا اسمي سليمان ومن المنيا. قصتي ابتدت لما قررت إن أنا أشوف حالي ودنيتي وأسافر القاهرة، يعني لأن بصراحة فرص الشغل هناك أكتر. ده غير إن أنا أصلا ما كنتش مستريح في البيت مع أبويا، وده مش لأن أبويا وحش، لا بالعكس، بس الموضوع كان أكبر من كده بكتير. المهم ان انا خدت الخطوه ديت بعد ما اختي اتجوزت على طول واستقرت في المعادي. قلت اروح واقعد عندها كام يوم لحد لما الاقي شغل، وبعد فتره كده لما يبقى معايا فلوس ابقى استقل بذاتي واجر اي شقه بره. بس عارفين، انا عمري ما هنسى اليوم اللي قلت فيه لابويا ان انا هسيب البيت وهسافر القاهره. ابويا كان حرفيا هيموت فيها، وبقى بيحاول معايا محاولات عنيفه عشان يخليني اغير رايي واقعد معاه. قعد يقول لي مش كفايه اختك لسه سايبه البيت من 10 ايام، هتمشي انت كمان وتسيبوني لوحدي؟ يا اخي حرام عليكم. طب انا دلوقتي لو حصل لي حاجه مين اللي هياخد باله مني؟ لكن بصراحه كل اللي ابويا عمله دوت ما اثرش فيا. انا الموضوع بالنسبه لي كان منتهي، كنت واخد قراري. ورغم بقى ان ابويا عارف كده كويس لكنه ما يأس، وفضل يتحايل عليا لحد اخر لحظه، لحد وانا خلاص ماشي واقف بشنطتي على باب البيت. قلت له يابا انا عايز افهم انت مكبر الموضوع كده ليه؟ وانا مهاجر؟ ده انا رايح القاهره وهاجي اقعد انط لك وازورك كل شويه. ابويا بقى قال لي ساعتها حاجه رعبتني لدرجه ان انا اتهزيت وكنت هرجع في قراري. قال لي يا ابني انت مش فاهم حاجه. قلت له مش فاهم ايه بالظبط؟ قال لي في ناس هتتاخد بذنبك. قلت له ناس مين اللي هتتاخد بذنبي؟ قال لي هيبقى غلطتهم الوحيده ان هم حبوك او قربوا منك. هتشوف اللي بتحبه بيتاخد منك قدام عينيك وانت واقف في مكانك ومش قادر تعمل اي حاجه. قلت له انت ايه اللي بتقوله ده يابا؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. قال لي مش مهم تفهم دلوقتي، المهم يا ابني هو انك تخليك معايا. يا ابني انا مش هقدر اوضح اكتر من كده. قلت له ليه يابا مش هتقدر توضح؟ قال لي بقول لك ايه، بطل اسئله كتير واسمع اللي بقول لك عليه. في اللحظه ديت بقى انا افتكرت امي الله يرحمها، وقلت له كلمه وجعته اكتر ما هو كان موجوع. قلت له لا ما تخافش عليا يابا، انا اعرف احمي اللي معايا كويس. وسبته وقفلت الباب ومشيت. بس كلام ابويا ده بقى خلاني افكر في حاجات كتير غريبه من ساعه ما سبت بيت الهلالي، بيت عيلتنا. ومخاوفي دي كلها بقى اتاكدت بموت جوز اختي، وخصوصا انه حصل بعد ما رحت لهم بيومين 2 بس. اختي دخلت عليه الاوضه واتفاجئت ان جثته راقده على السرير وشكله كان غريب. جسمه كان متشنج وعينيه وبقه كانوا مفتوحين على الاخر، وكانه كان مرعوب وبيحاول يصرخ ومش عارف، وكان باصص للسقف. والله اعلم بقى شاف ايه قبل ما يموت. طبعا جت الاسعاف ساعتها ورحنا المشرحه وقالوا لنا ان هو مات نتيجه سكته قلبيه. بقينا هنتجنن، طب ازاي؟ ده ما كانش عنده القلب ولا حتى كان بيشتكي من اي حاجه، وحتى صحته كانت كويسه جدا. انا مش عارف ليه ساعتها ربطت كل اللي حصل دوت بالكلام اللي قاله لي ابويا. بس من يوم وفاة جوزها وانا عايش مع اختي في البيت وما بسيبهاش، وخصوصا بعد ما اتفاجئنا ان هي حامل في توأم كرم واكرم. المهم عدت الايام والليالي والدنيا كانت ماشيه كويس. وخلال الفتره ديت بقى انا كنت بروح ازور ابويا على فترات، وكنت دايما بطمن عليه بالتليفون. لكن اختي نهى اكتفت ان هي كانت بتسأل عليه بالتليفون وبس، ما راحتش تزوره ولا مره. كانت الاول بتتحجج ان العيال صغيره وهيتبهدلوا معاها في السفر، وبعد كده بقى اصل المدارس ومش هينفع، وبعديها اصل العيال عيانه. وفي كل مره كنت بقول لها تعالي معايا كانت بتطلع لي بحجه شكل.
بس غالبا بقى هي كانت خايفة تزور ابويا لحسن يحبسها في بيت الهلالي وما يرضاش يخليها ترجع القاهرة تاني، لان قبل الجواز ابويا شرط عليها هي وجوزها ان هم يعيشوا معانا في بيت الهلالي، وجوزها وافق على الشرط ده. لكن بعد اسبوع واحد بس جوزها ما قدرش يتحمل العيشة، كان بيقول ان هو مش مستريح في البيت ده، على طول بيحلم بكوابيس. وسمعته في مرة بيقول لها ان ابويا بيتصرف تصرفات غريبة، لكنه مع ذلك مرضيش يقول ايه هي. المهم ان هما في الاخر هما الاتنين راحوا لمين حاجتهم وهربوا على القاهرة، وبعد كده انا رحت لهم. المهم انه مرت الايام والليالي لحد لما عدت 7 سنين. وفي مرة زي عادتي كنت بتصل بابويا عشان اطمن عليه، بس لقيته ما بيردش. انا استغربت جدا لان ابويا ولا مرة ما ردش على تليفوني، ونادرا كمان ما بيسيب البيت ويخرج. استنيت ساعتين وكلمته تاني برضه ما كانش بيرد. فضلت احاول اكلمه كتير قوي لكن ولا مرة كان بيرد. بعد 4 ساعات كده تقريبا كنت قلقت عليه جدا، رحت واخد بعضي وراكب عربيتي وطالع على دوار الهلالي في المنيا. كنت بسوق زي المجنون، وبمجرد ما فتحت باب البيت لقيت ابويا مرمي على الارض في الصالة وكان عمال يزحف. واول لما شافني قال لي اتأخرت ليه يا سليمان؟ أنا بموت يا ابني. جريت عليه وقومته من على الأرض ولاحظت إن هو ما كانش عارف يمشي على رجله خالص، كان زي ما يكون مش حاسس برجله. أخدته وجريت بيه على المستشفى. في المستشفى بقى الدكتور قال لي على حاجة وقعت قلبي في رجليا. قال لي انت ابوك جاله جلطة في المخ وده عمل له شلل نصفي. الموضوع دوت ممكن ياخد شوية وقت ويتحسن ويرجع يمشي من تاني، لكن للأسف في احتمالية ضعيفة ان هو ممكن برضو ما يقدرش يمشي على رجليه، وده طبعا هيحصل لو انتم ما اعتنتوش بيه كويس وخليتوا بالكم منه وانتظمتوا على العلاج. أنا ساعتها ما كنتش عارف أعمل إيه، كنت مصدوم وفي نفس الوقت عمال ألوم في نفسي إن أنا سبته في البيت كل المدة ديت لوحده. أكيد لو كنت معاه ما كانش هيوصل للمرحلة ديت، أو على الأقل كنت لحقته أول لما وقع قبل ما حالته تتدهور يعني بالشكل ده. المهم إن هم علقوا له محاليل وعملوا معاه اللازم. بعد بقى ما خرجنا من المستشفى قلت له بابا أنت لازم تيجي معايا القاهرة وتقعد معانا ونهى، لازم حد ياخد باله منك. المشكلة بقى ان والدي لما كان بيسمع سيرة ان حد هيسيب البيت ديت كان بيتجنن. فتخيلوا بقى لما اقول له ان انت شخصيا هتسيب البيت. قال لي وهو متعصب هسيب البيت ايه يا سليمان؟ ده انا الموت عندي اهون من ان انا اسيب بيت ابويا وجدودي. قلت له يا بابا بيت ايه؟ صحتك بقت في النازل ولازم تبقى تحت عيني انا ونهى، احنا لازم نخلي بالنا منك. وبعدين بيت ايه يا بابا اللي انت متمسك بيه ده؟ البيت بقى متهالك ومبهدل، ده انت لو ملحقتش تتصرف فيه هيدخل تحت بند الآثار، وساعتها بقى ولا هتعرف تهده ولا هتعرف تبيعه ولا حتى هتعرف تدق فيه مسمار، يعني هنبقى شربناه مش هيبقى ليه أي لازمة. والدي قال لي انت مجنون؟ انت مش عارف دول ممكن يعملوا ايه فيا؟ يا ابني احمد ربنا ان هي جت في الغريب وما جتش فيك انت واختك. قلت له جت في مين وغريب مين يابا اللي انت بتتكلم عليه؟ قال لي وهو بيبص في الارض كده سليمان بص يا ابني انا مش عايز ادخل في تفاصيل ملهاش لازمه، انا عموما مش هبات ولا ليله بره البيت ده مهما حصل. قعدت احاول اقنع فيه يمين شمال لكن للاسف بابا عنيد وكان راكب دماغه، وكل اللي كان بيقوله ساعتها انا ما ينفعش ابات ولا ليله بره. انت يا ابني كده بتطلب المستحيل. طب ما ينفعش تبات ليه يا بابا بره البيت؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ كان بيقول لي هو كده وخلاص. انا بصراحه ما كنتش عايز اضايقه ولا اعصبه، فقلت له طب خلاص يابا حاضر اللي تشوفه. وركبنا عربيتي وروحت معاه على البيت. بس واحنا في الطريق عديت على صيدليه واشتريت كرسي بعجل لابويا، يعني لحد لما يبقى يعرف يمشي على رجليه من تاني، وجبت مع الكرسي كمان علبه منوم. بمجرد ما روحنا دخلت المطبخ وعملت كوبايتين شاي وحطيت لابويا المنوم في الكوبايه، وبعد ربع ساعه ابويا ابتدت عينه تغفل وراح في النوم. رحت انا بقى شايله وحطه في عربيتي ومسافر بيه على القاهره، وطلعته انا والبواب وهو على الكرسي شقه اختي، ودخلناه بعد كده نايمناه على السرير. بابا كان شكله تعبان جدا وزي ما يكون بقاله سنين ما نامش، كان جعان نوم لدرجه ان هو صحي تاني يوم الصبح. بس لما صحي بقى من النوم وما لقاش نفسه في دوار الهلالي قلب الدنيا، بقى عمال يصرخ ويزعق بطريقه هستيريه، كان عامل زي المجنون. انا كنت اول مره في حياتي اشوف ابويا في الحاله دي، بقى عمال يقول لنا ايه اللي عملتوه ده؟ هم كده مش هيسيبونا في حالنا، احنا كده بننقض العهد، انت ازاي تعمل كده يا سليمان؟ قلت له عهد ايه واعمل ايه يابا؟ كل ده عشان بحبك وخايف عليك، ده بدل ما تقول لي شكرا. قال لي خوفك ده هو اللي هيموتنا واحد ورا التاني. قلت له يموتنا ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه يابا. قال لي بقول لك ايه، انا لازم ارجع حالا لدوار الهلالي. قلت له انت مش هتروح في حته يابا، انت هتقعد معانا،
قال لي يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتحبسوني هنا ولا ايه؟ قلت له يابا انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ انت مش قادر تمشي، هتعمل اكل ازاي؟ بلاش هتعمل اكل ازاي؟ هتدخل الحمام لوحدك ازاي؟ طب لو احتجت اي حاجه مين اللي هيعملها لك؟ اختي قالت له اصل هي يابا مش عافيه، سليمان معاه حق واللي عمله ده الصح، وبقت عماله تحاول تقنع فيه. بس طبعا بابا ما كانش متقبل الفكره اصلا، ومن تاني يوم دخل في اكتئاب، بقى قاعد طول الوقت في اوضته ورافض يتكلم مع اي حد فينا، وكمان كان مضرب عن الاكل والشرب، ووصل لمرحله ان هو كان بيكلم نفسه. لكن الحمد لله الحاجه الوحيده اللي قدرت تخرجه بره جو الاكتئاب دوت كان اكرم وكرم احفاده، رغم ان هم كانوا صغيرين واول مره يشوفوه، لكن اتعلقوا بيه بسرعه كبيره جدا. ووالدي كمان كان فرحان بيهم قوي، لدرجه ان هو رجع طبيعي وبقى يتكلم وياكل ويشرب ويضحك بعد اسبوع. انا كنت متخيل ان هو مع الوقت هيشيل فكره انه يرجع للبيت ديت من دماغه، لكن للاسف بابا كان يوميا بيقعد معانا ويحاول يقنعنا ان احنا نرجع تاني كلنا لدوار الهلالي ونعيش مع بعض كلنا هناك. بس لما بابا لقانا رافضين تماما الفكرة وكنا دايما بنصده، ما بقاش يفتح معانا الموضوع تاني. بس المفاجأة بقى هو ان بابا كان بيتكلم مع كرم واكرم في موضوع البيت ده، واكتشفنا ان هو كان بيعمل كده من ورانا. المشكلة مش في ان هو يتكلم على البيت او يقول لهم تعالوا نروح هناك، المشكلة ان هو كان بيقول لهم كلام غريب. كان بيقعد يحكي لهم عن البيت ويقول لهم ان في عهود بالدم، واننا في الاخر هنرجع لدوار الهلالي، واللي مش هيرجع مننا وهو عايش هيرجع وهو ميت، وحاجات كانت اخر هبل. طبعا اختي لما عرفت والعيال حكوا لها قلبت الدنيا، لدرجة ان هي زعقت مع والدي جامد وهددته ان هي لو سمعته او حتى عرفت ان هو بيقول الكلام المجنون دوت للعيال تاني مش هتقعدهم معاه ابدا، ولو وصلت كمان ان هي هتحبس العيال في اوضهم عشان ما يقعدوش معاه هتعمل كده. الغريب بقى في الموضوع هو كان رد فعل والدي كان بيضحك بصوت عالي وباسلوب غريب وبطريقه مستفزه، ولما اختي كانت بتساله انت بتضحك على ايه كان بيقعد يضحك اكتر، لدرجه ان انا اضطريت اتدخل في الموضوع عشان اختي ما تنفعلش عليه. المهم ان الموضوع عدى. بعد لما الكل دخل نام، نهى جات لي على اوضتي قالت لي ينفع اللي ابوك بيعمله ده يا سليمان؟ قلت لها بصراحه ما ينفعش، بس انت برضو مكبره المواضيع قوي يا نهى. قعدت تقول لي بقى انت عارف ان دوت ممكن ياثر على نفسيه العيال وينعكس على سلوكهم لما يكبروا، ده ممكن يترتب عليه مشاكل نفسيه كبيره، العيال هتطلع معقده نفسيا يا سليمان، ما تستهترش بالموضوع، ده ابوك ما بقالوش معانا غير 3 أسابيع وشقلب لنا حياتنا كلها. قلت لها طب بس اهدي بس يا نهى، هو ان شاء الله مش هيحصل حاجه. قالت لي طب بقول لك يا سليمان، بص هو بابا نفسيته تعبانه طول ما هو بعيد عن بيته، ويعني زي ما انت شايف هو الحمد لله هو بقى كويس وبيعكز على رجله، ما تيجي نقعد معاه يومين في بيت الهلالي لحد لما نطمن عليه وبعد كده نسيبه. قلت لها نسيبه وهو في الحاله دي؟ قالت لي هو مش هو اللي عايز كده. قلت لها انت ايه اللي انت بتقوليه ده يا نهى؟ انت واعيه لكلامك؟ محدش فينا هيرجع لبيت الهلالي. قالت لي وماله بيت الهلالي؟ قلت لها هو انت فاكره امنا ماتت ازاي يا نهى؟ نهى بصت لي وهي ساكته ومستغربه وما بتردش عليا. قلت لها صحيح كنت صغيره، عامه انا مش هعتب عليكي لانك عمرك ما هتعرفي ولا هتفتكري ايه اللي حصل، يا دوبك ساعتها كان عندي 5 سنين، لكن انا بقى كان عندي 10 سنين، واللي حصل ده اتحفر في نافوخي ومش هقدر انساه. شيخة انا ما صدقت انك غورتي من البيت دوت عشان تاخديني معاكي، انت كنت طوق الامل الوحيد اللي قدامي. انت فاهم انا بقول ايه؟ انا عايز اقول لك لولا ان جدي مات قبل ما انت تتجوزي احنا ما كناش هنعرف نخرج من البيت ده غير على التراب. قالت لي اهدى بس يا سليمان، وحد الله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ادينا متجمعين اهو في بيت تاني والحمد لله الدنيا كويسه، هو ايه اللي حصل لامنا؟ قلت لها بقول لك ايه، مش عايز افتح الحوار ده دلوقتي الله يبارك لك، سيبيني بقى انام عشان عندي شغل بدري. قالت لي ماشي يا اخويا اللي يريحك، وسابتني وخرجت. بس انا ما نمتش زي ما قلت لها، انا بقى قعدت افتكر في كل الاحداث اللي انا شفتها في بيت الهلالي، قعدت افتكر في امي وهي بتندب في حظها على جوازتها من ابويا، افتكرت امي لما ماتت قدام عيني، افتكرت كمان جدي وهو بيحذرني من ان انا احكي اللي شفته لاي مخلوق. امي اصلا كانت من اسكندريه وقابلت ابويا هنا بالصدفه في المنيا، كانت جايه هي وعيلتها وبيحاولوا يبيعوا الارض بتاعتهم. ابويا ساعتها كان شغال في موضوع العقارات دوت، فربنا كرمه وقدر يبيعها لهم، ومش كده وبس، ده رفض كمان ان هو ياخد منهم اي عموله وقال لهم الجيران لبعضيهم. خلال الوقت دوت بقى كان بيعدي عليهم بكذا مشتري، فاعجب بامي واتقدم لها واتجوزوا. الموضوع كله على بعضه ما كملش 3 شهور وعاشت في بيت الهلالي مع ابويا،
بس بعد الجواز بقى اتفاجئت ان جدي بيقول لها في قواعد للبيت ده، والقواعد ديت بتمشي على الكبير قبل الصغير. دخول والخروج هنا بمواعيد، يعني ما ينفعش تبقي بره البيت بعد الساعة 11 بالليل لأي ظرف، ولو عايزة تخرج من البيت برضو ما ينفعش تخرج من البيت قبل الساعة 7 الصبح لأي ظرف. الكلام ده بقى ماشي على كل أهل البيت، ولو حصل غير كده الموضوع مش هيعدي على خير. طبعا ممنوع تروح لأهلها في اسكندرية لأنها لازم تبات، ولو عايزة تشوف بقى أهلها مفيش مشكلة إن هم يبقوا يجولها. أنا حتى فاكر مرة وأنا صغير جدي هددها بالقتل لما كانت في يوم تعبانة قوي، والدكتور قال لها إن هي لازم تتحجز في المستشفى في اليوم ده. وطبعا أمي عارفة كويس جدي ودماغه، يومها رجعت من المستشفى وهي معلقة المحاليل في إيديها، بس دخلت البيت بقى الساعة 11 إلا دقيقة، وبالرغم من كده جدي راح رازعها حتة قلم على وشها. من قوة القلم دوت مناخيرها نزفت، ومسكتش على كده، ده راح جاب الكرباج وكان عايز يضربها بيه. لولا ان انا كنت ماسك ايديها وقعدت اصرخ وعيط، جدي كان ممكن يموتها في ايده في اليوم ده. كان مجنون ابن مجانين، لدرجة ان ابويا حتى كان بيخاف يناقشه، ده حتى في اليوم دوت ما حاولش يحوشه عنها. وده بقى اللي كان بيجنن امي اكتر. امي فضلت صبرة 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 ومستحملة لمدة 10 سنين، لحد بقى لما فاض بيها الكيل وصبرها جاب اخره. في اليوم المشؤوم دوت جدتي اللي هي والدة امي كانت بتموت، وطبعا زي اي ام كان نفسها تشوف عيالها حواليها قبل ما السر الالهي يطلع. امي في اليوم دوت راحت لابويا وبقت عماله تبوس ايده وهي بتعيط عشان يسيبها تسافر اسكندريه. كانت عايزه تشوف امها اللي هي جدتي، لكن ابويا بقى رغم كده قال لها مش هينفع. قالت له ليه مش هينفع؟ قال لها عشان القطر هيقعد 6 ساعات عقبال ما يوصل اسكندريه، و6 ساعات كمان وانت راجعه، يبقى ادي كده 12 ساعه، واجراءات الدفن والدفنه ممكن تعدي ال6 ساعات، يعني كده تقريبا 18 ساعه، ده غير بقى قعدتك هناك. امي بقت عماله تلطم وتصرخ فيه، بقت قاعده تقول له انا بقول لك امي بتموت وانت عمال تحسب لي كام ساعه رايح وكام ساعه جاي، ده بدل ما تقف جنبي زي رجاله العيله في موقف زي ده، انت لا مستحيل تكون انسان، انت ما عندكش ولا مروءه ولا انسانيه ولا نخوه. ابويا للاسف كان راجل مهزوز، ودايما اللي جدي كان بيقول عليه كان هو اللي بيمشي. قال لها بصي انا مش هينفع اكسر كلام ابويا زعله وحش. قالت له بقول لك يا راجل انت، انا استحملت كل القرف اللي فات، لكن لحد كده كفايه قوي. جدي بقى خرج في اللحظه ديت على صوت زعيقهم. قال لها بص بقى صفاء، اسمعيني كويس وركزي في اللي هقوله، البيت ده انت مش هتمشي منه غير على جثتك. قالت له يا حاج انا بقول لك امي بتموت. لا ان شاء الله تولع، انا ولا عايز مبررات ولا اعذار، انت وافقتي على شروطنا قبل ما تعتبي البيت ده، يبقى خلاص هتستحملي، واللي اتفقنا عليه هو اللي هيمشي. امه قالت له يا حاج انا ما اتفقتش على حاجه، انا اتفاجئت، القوانين دي كلها انا اتفاجئت بيها بعد الجواز. لا بعد الجواز قبل الجواز هو ده اللي موجود. امي سكتت، ما كانتش عارفه تعمل ايه، لحد لما في الاخر بعد يومين جدتي ماتت، وامي كانت ولا زارتها ولا حتى وقفت في جنازتها، وكانت نفسيتها زي الزفت لدرجة ان هي كانت بتكلم نفسها. وفي اليوم الثالث راحت لابويا وطلبت منه الطلاق. ابويا في اليوم دوت قعد معاها كتير وحاول معاها بكل الطرق، بقى مش عارف يرضيها ازاي، بس برضه في نفس الوقت كان بيقول لها كلام انا مش فاهمه. كان بيقول لها ان هو كده بيحاول يحافظ على حياتها، وان هو وجدي بيحموها، وانه بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها. لكن امي بقى ما تقبلتش منه ولا كلمه، وكانت في حاله هياج وعماله تصرخ وتصوت وتزعق. ابويا في الاخر قال لها طب خلاص اهدي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس اعملي حسابك بقى ان انت لو اتطلقتي هتمشي من هنا بطولك. قالت له يعني ايه بطولي؟ قال لها يعني سليمان ونهى هيفضلوا قاعدين هنا في بيت الهلالي مش هيخرجوا منه. امي فضلت تعيط وتحزبن وبقت قاعده في اوضتها ولا بتاكل ولا بتشرب. وبعد 3 ايام الساعه 2 بالليل، بعد لما كل اللي في البيت ناموا، امي لمت حاجتنا كلها وصحتنا واخدتني انا واختي الصغيره، وقبل ما تطلع بينا بره البيت وتهرب دخلت على اوضه ابويا وجدي عشان تشقر عليهم. والحمد لله اتاكدت ان هما الاتنين كانوا في 7 نومه. خرجنا احنا ال3 من باب البيت في هدوء، ويا دوبك لسه بنعدي في الجنينه اتفاجئنا ان جدي واقف الناحيه التانيه قدامنا، وكان شكله مخيف ومرعب. عينيه كان لونها احمر دم، وكان مكشر وملامح الشر كلها على وشه.
احنا اتسمرنا كلنا في مكاننا واترعبنا، وامي كانت مذهوله وما كانتش مستوعبه ازاي جدي واقف قدامنا. ده من لحظه كان في 7 نومه وقفلنا عليهم هو وابويا باب الاوض وطلعنا بره البيت، ازاي بقى فجاه نلاقيه واقف قدامنا؟ امي في اللحظه ديت رمت الشنطه اللي كانت في ايديها وسابتها في الارض، ومسكت ايدي وايد اختي جامد ورجعت لورا، وبعدها رجعت تجري تاني على الدوار. ومن كتر ما هي كانت مرعوبه وبتترعش اتكعبلت في صخره وهي بتجري ووقعت في الارض، وايدي وايد اختي فلتوا من ايديها. في اللحظه ديت انا شفت حاجه رعبتني وخلت جسمي يترعش جامد، لدرجه ان انا لحد دلوقتي كل ما افتكرها جسمي يرجع يترعش تاني، وده من كتر الخوف. انا لقيت دخان اسود كثيف في كل حته حوالينا، كناش عارفين جاي منين. الدخان دوت كان بيكتر حوالين امي من كل ناحيه، وفجاه خرج من وسط الدخان دوت كائن اسود، كان كله اسود من اوله لاخره، وعينه كان لونها احمر عامله زي جمرتين النار، وملامحه ما كانتش واضحه. كان دوت كان ليه ديل مدبب اسود طويل، وكان طالع له من راسه قرون. الكائن دوت فجاه انقض على امي وهي واقعه في الارض، وبقى قاعد فوق صدرها، وراح ماسك راسها بايده الاتنين وفضل يقول كلام مش مفهوم بصوت مرعب، وبعدها صرخ جامد بصوت عالي. في اللحظه دي ابتدى دود اسود حجمه كبير يخرج من بقه وينزل على جسم امي. الدود دوت كان شكله مقرف بدرجه مش ممكن انسان يتخيلها. كان بينزل على جسم امي ويخترق جسمها بكل سهوله. امي وهي مرميه على الارض كانت بتترعش جامد، وبعد ثواني ابتدى جسمها يتشنج ويزرق، وبقت بتطلع رغاوي لونها ابيض من بقها، وفجاه ما بقتش بتتحرك وكل حاجه اختفت. انا كنت بصرخ انا واختي وكنا مرعوبين. في اللحظه دي بقى باب البيت اتفتح وخرج منه جدي وابويا، اخدونا وبقوا عمالين يهدوا فينا، وبعدين قالوا لنا احكي لنا كل اللي حصل يا سليمان. فحكيت لهم كل اللي حصل، بس جدي بقى رد فعله ما كانش متوقع. قال لي انت اكيد بيتهيأ لك، لان انا كنت نايم في اوضتي وصحيت من النوم على صوت صريخك انت واختك. ازاي لما فتحتوا الباب لقيتوني في الجنينه؟ وايه الكيان الاسود الغريب اللي انت بتقول عليه ده؟ اوعى يا سليمان تحكي الكلام ده لجنس مخلوق، ولا عايزك حتى تفكر فيه مع نفسك، لان الكلام اللي انت بتحكيه دوت ممكن يتسبب في ان احنا يطلع علينا اشاعات وسمعتنا تبقى في الارض، ويقولوا علينا بقى ملبوسين ولا مجذوبين. ولو ده بقى حصل الناس هتخاف تتعامل معانا تاني، وهنبقى كلنا منبوذين. لو حصل بقى يا سليمان وعرفت ان انت قلت اي حاجة من الهزي اللي انت عمال تحكيه لنا ده، انا هدفنك هنا في الارض ديت مكان ما انت واقف حي. انت سامعني يالا؟ قلت له حاضر يا جدي حاضر، مش هقول اي حاجة لاي حد. ايه اللي خلاني اقتنع ساعتها ان كل اللي شفته دوت ممكن يكون خيال فعلا، او ان انا كان بيتهيألي، هو تقرير الطب الشرعي. لان التقرير كان مكتوب فيه ان امي ماتت بسبب سكتة قلبية، لكن انا دلوقتي بقى متأكد ان هي ما ماتتش كده، وخصوصا بعد ما شفت منظر جوز اختي وهو ميت، لاني فاكر كويس شكله. جوز اختي مات بنفس الشكل اللي ماتت عليه امي، انا الوحيد اللي شفته كل حاجة بتفاصيلها. المهم ان وسط ما انا فاتح صندوق الذكريات الاسود دوت وعمال افتكر في كل الاحداث اللي فاتت، رحت في النوم، والساعة 4 الفجر بالظبط صحيت مفزوع على صوت حد بيرن الجرس جامد وعمال يخبط على باب الشقة. لما فتحت الباب لقيت واقف في وشي بواب العمارة، وقال لي الحقني يا استاذ سليمان، ابوك الحاج عمران واقع تحت في حوش العمارة. قلت له ابويا انا نزل ازاي؟ ده ما بيعرفش يمشي ويدوبك بيتسند بالعافية. قال لي ما اعرفش، انا اتفاجئت ان هو خارج بيزحف من باب الاسانسير، ولما جريت عليه لقيته راح ماسك ايدي وبيقول لي ابوس ايدك خرجني من هنا، روحني على بيتي، وكان عايزني اوقف له تاكسي. انا حاولت اطلعه لكنه حلف يمين عظيم ما هو طالع، فقعدته على كرسي وطلعت جري عشان اقول لكم هو في يا بيه وانتوا بتعملوا له حاجه تضايقه لا سمح الله. قلت له الله يخرب بيتك، انت سبته كده لوحده تحت؟ قال لي طب انا اعمل ايه يا بيه؟ انا لسه قاعد احكي لك ان انا حاولت اطلعه، قعد يعيط ويصرخ ويزقني ويقول لي عايز اروح بيتي. انا من غير تفكير سبته ونزلت اجري على السلالم عشان الحقه. واللي ما كنتش مستوعبه هو ان ابويا قعد يزحف لحد لما فتح باب الشقه وركب الاسانسير، وقعد يزحف لحد لما خرج من الاسانسير، كل ده عشان يروح بيته. يعني معقوله للدرجه دي عايز يرجع للبيت باي طريقه؟ احنا لو بنعذبه مش هيعمل كده. نزلت الحوش ما لقيتش ابويا، طلعت بره باب العماره لقيت في تاكسي واقف وابويا قاعد جواه، والسواق بيقفل له الباب وراح يركب تاني مكانه ولسه هيدور ويتحرك. يا دوبك التاكسي ابتدى يتحرك طلعت انا اجري عليه بسرعه،
وقعدت تقول له استنى يا عم انت ما تمشيش. سواق التاكسي وقف وقال لي في ايه؟ قلت له ايه اللي في ايه؟ اللي قاعد جنبك ده يبقى ابويا وعنده اعاقه، اقف يا عم ونزله. ابويا قال له اطلع يا اسطى اطلع، انا ما اعرفوش، انا حتى ما اعرفش هو عايز مني ايه. سواق التاكسي قال له هو في ايه يا جدعان بالظبط؟ انتوا عايزين ايه من الراجل ده؟ الراجل ده ابوك ولا مش ابوك؟ البواب جري وقال له انا بواب العماره ديت، اسمع الكلام، الراجل ده فعلا ابويا يا اسطى. الراجل بطل العربيه وقعد يقول لا حول ولا قوه الا بالله، انزل يا حاج. ابويا قال له مش نازل. قال له يا حاج بقى ما تعملش مشاكل، انزل الله يبارك لك. ابويا ساعتها قعد يصرخ وقول له ابوس ايدك ما تسمع كلامه، وديني بيتي وانا هديك كل اللي انت عايزه، انا معايا فلوس كتير هديك كل اللي تقول عليه. جريت انا على الباب وفتحته، قلت له يلا بابا انزل. قال لي انتوا مش فاهمين حاجه، هتموتوا وفي الاخر هترجعوا له، مفيش وقت، ما فاضلش غير 3 ايام، مش هيسيبنا في حالنا. دقيب خادم الطلسم وصاحب العهد مش هيسيبكم في حالكم، ده عهد بالدم الله يخرب بيوتكم. لما السواق سمع كده قال لا حول ولا قوه الا بالله، ده شكله هوب خالص، ربنا يقويكم عليه. ونزل وبدأ يساعدني عشان نخرجه من التاكسي، لكن ابويا ما كانش عايز يسيب التاكسي، كان مكلبش فيه. ولما تعافينا عليه وابتدينا ننزله بالعافيه ابتدى يتشنج جامد وعينه بقت بتبص في كل حته، وقعد يصرخ ويقول طيب لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل استنوني في الكابوس الجاي. وعايز اقول لكم بقى ان اللي جاي حرفيا جنوني ومش متوقع، بس انا برضو عايز اسمع توقعاتكم في الكومنتات، واللي هيطلع صح هطلع الكومنت بتاعه في القصه اللي جايه، القصه اللي هتنزل بعد بيت الهلالي. وفي حاجه تاني كنت عايز اقول لكم عليها، احنا عملنا سيرفر بتاع ديسكورد جديد وعايزين نجربه بقى كلنا سوا اشباح كده ونخش نتكلم عليه. السيرفر دوت هنتكلم عليه مرتين كل اسبوع، وده يعني عشان نوطد العلاقات وتعرفوا انا هنزل امتى وهعمل ايه وايه الخطط اللي انا ماشي عليها، ولو اتاخرت تعرفوا ليه. هسيب لكم اللينك بتاع السيرفر دوت في الديسكريبشن وفي صندوق الوصف، او اللي هو الديسكريبشن هو صندوق الوصف. طب يبقى سيبه في الديسكريبشن بلاش صندوق الوصف، واحطه كمان في الكومنت المثبت. وقبل ما اقفل عايز اشكر المعد بتاعنا محمود محمد والشهير بالقصاص على الاعداد الهايل دوت. ومش عايزين ننسى الحلم اشباح، مليون شبح جوه الكابوس، كملين ومع بعض ومفيش حاجه هتوقفنا، واشوفكم على خير في الكابوس اللي جاي.